ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في الفيديوهات اللي فاتت عملنا مع بعض عدد من الغرز اللي كانت أساسية جامد في مجال الكروشيه. عملنا منها عقدة البداية والسلسلة والعمود والنص عمود والحشو وأغلب الغرز دي. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض غرزة الحشو بس بطريقة مختلفة. هنطلع منها غرزة تانية اللي هي الخلفية، الغرزة الخلفية. وطبعا تقدري تعمليها مش بس بغرزة الحشو بس، أفضل حاجة ليها هي غرزة الحشو عشان تطلع بارزة أكتر. كل ما تصغري المساحة بتاعت الغرزة نفسها أو بتضيقيها بتبرز معاكي الغرزة أكتر. دلوقتي هعمل عدد من السلاسل اللي همشي عليه: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 العدد بقى اللي انت عايزاه. عملت دولت. طبعا كلنا عارفين ان غرزة الحشو ارتفاعها هو سلسلة واحدة بس. هرتفع السلسلة دي تمام، وهبدأ اشتغل على السطر كله غرز حشو، مش هعمل فيها اي حاجة تاني. ميزة غرزة الحشو زي ما قلتلك ان هو بيبرز الغرزة اكتر، بيخليها باينة اكتر، بيخلي السبعة بتاعتها واقفة اكتر او الزجزاج ده ظاهر. كل ما بتكبري بقى مثلا انك هتعمليها على نص عمود او العمود الكامل بلفة، بيكون اخف شوية في الشكل بتاعها او البروز بتاعها. انا هكمل بنفس الطريقة. اديني خلصت اول سطر، هاخد غرزة ارتفاع تاني وهقلب الشغل للاتجاه التاني. ودلوقتي عايزاكي بقى تركزي معايا عشان نعرف هندخل بالإبرة فين بالظبط. بصي يا ستي، احنا معانا حرفين في. حرف الفي اللي هو ده اللي هو هتلاقيه على راس الغرزة نفسها، وحرف الفي اللي بيكون في الجنب اللي هو في الطبيعي بندخل فيه في الغرزة العادية. انا مش عايزاها غرزة عادية، انا عايزاها باك. هدخل في الجزء ده، شايفة على راس الغرزة حرف الفي اللي فوق في الناحية اللي ورا. مش هدخل فيه كله، يعني انا مش هدخل بالإبرة تحت الغرزة كلها، لا، انا هاخد جزء واحد بس منها، هدخل في قلب حرف الفي اللي ورا، عشان كده اسمها باك لوب. هدخل فيها وهبدأ ان انا اعمل غرزة الحشو العادية بتاعتي. كل فكرة الغرزة دي ان انتي بتدخلي في المكان ده، فبيشكل معاكي كده حرف في في الغرزة في الشكل نفسه. شايفين حتى هي بدأت ان هي تعمل التانية والحردة بتاعتها دي، شكلت معايا اول زجزاج وبتظهر على طول. اهم حاجة زي ما قلنا المكان اللي هندخل فيه. هكمل بقى بقية السطر كله على نفس الطريقة، وهي هنكرر بقى يعني نفس الشغل ده في السطور اللي جاية. الغرزة دي بتكون حلوة قوي قوي في اللبس، وحلوة اكتر لو هتعملي بيها اللي هي المفارش اللي بتتحط على الركنة كديكور او حاجة، بتبقى لطيفة كده ولذيذة، وفيها برضو جزء ان هو يكون استرتش شوية.
كده انا خلصت اول سطر. شايفين شكله عامل ازاي، اللي هو واخد تقويسة كده. طبعا بتظهر كل ما بترتفعي بالسطور. وزي ما قلتلك غرزة الحشو احسن حاجة تديكي الشكل ده او تديكي الغرزة دي. تاني بندخل في الباك لوب اللي هي الغرزة الخلفية، اللي هي الفي اللي على راس الغرزة، اخر فتلة فيها، يعني مش الاولى ومش تحتها بالكامل. هكمل بقى بنفس الطريقة دي كام سطر كده، وهرجع اوريكم الشكل النهائي اللي المفروض تكون الغرزة بتديه او النتيجة بتاعتها. ده بيكون شكلها بعد كام سطر من الشغل. شايفين شكلها اللهم بارك حلوة جدا. الزجزجة بتاعتها واضحة كده ومرسومة. الغرزة سهلة وبسيطة وإن شاء الله تكون سهلة معاكم كمان في التنفيذ، وأتمنى إن هي تكون عجبتكم وتعرفوا توظفوها في حاجات كويسة. بس ده كان فيديو النهاردة. أتمنى إن هو يكون عجبكم، وذاكروا كويس عشان الغرز اللي جاية هتكون أحلى وأحلى، وهنبدأ ندخل بقى في الشغل التقيل.